Elim yurdum Çoban Beyeli. ولد عادل شان في 12 من أيلول عام 1980 في قرية قالقم التركمانية النهضة في ريف حلب. أبوه من حلب وأمه من غازي عنتاب، وهو الابن الأوسط بين 5 أبناء. لم يتلقى التعليم المدرسي، ولكنه تعلم القراءة والكتابة باللغة التركية من برنامج سوسام سوكاğı الذي كان يعرض للأطفال على شاشة قناة TRT، حيث هاجر إلى تركيا في عام 2000. Azzo hocadır. وأصدر سنة 2004 ألبومه في الموسيقى التركية الشعبية الأول بعنوان çoban bey elleri. Hasan Edem. وفي سنة 2005 بدأ بالعمل دليلا سياحيا في محافظة هاتاي، واستمر بذلك 3 سنوات مع استمراره بحياته الفنية. وفي 12 من أيلول عام 2006 تزوج بخديجة يلدز، ومن ثم بدأ بالعمل مترجما ومصورا في مديرية المطبوعات والمنشورات في بلدية غازي عنتاب الكبرى. Oğuzdur benim. وبمساعدة فاطمة شاهين عضوة مجلس الأمة التركي الكبير حصل على الجنسية التركية، محولا اسمه من عادل العيسى إلى عادل شان. وفي سنة 2007 بدأ بالعمل مغنيا في فرقة الموسيقى التركية الشعبية لدى بلدية غازي عنتاب الكبرى. وفي سنة 2013 أنهى ألبومه الثاني بعنوان خدوج هاتوج، ولكن لم ينشره في الأسواق بسبب الحرب في سوريا. وهذا الكتاب هو كتابه الأول. يعيش الآن حياة هانئة في تركيا، وهو متزوج وله ولد اسمه أوغوز خان.